السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين اموركم مزيانه؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى الف خير ان شاء الله يا رب. هذا الفيديو كان يوم المقابله ديال المغرب مع البرتغال، المباراه ديال المنتخب المغربي اللي كنا حماس وكنا يعني صراحه هذه الليله كنت يعني بت مريضه، ما نعستش، مخربقه وصابحه مخربقه، يعني راه صبحت ناعسه اصلا، ما فقتش بكري لحقاش ما عنديش داك الخاطر، ما عرفتش حتى نتوما ما عنديش داك الخاطر اللي نفيق بكري ونبقى جالسه كنحسب في الساعات والدقائق اللي وصل عليها الماتش، مع انني انا ماشي رياضيه، لكن فاش كيكون لاعب المنتخب فين ما كان لاعب فرق صوره ما كنتفرجش فيهم، ما كنصدع فيهم راسي، ولكن فاش كيكون لاعب المنتخب في شي بلاصه اخرى ولا في المونديال ولا ضروري ما نتفرج وضروري ما نشجع وضروري ما نغوت ونعصب، ما عرفتش حتى نتوما بحال هكا. المهم راه كتبقى الروح الوطنيه، والبلاد ولاد البلاد كنبغيوهم يكونوا في احسن المراتب واحسن البلايص، والله فرحونا. المهم كانت هذه الاستعدادات ديال اليوم، نط قديت يعني بشويه، حاولت نخلق اجواء يعني باش نبدلو شويه الجو ويكون تشجيع وداكشي، فنتقاديت نيت الحاله، كان خصني ضروري نبدل هاد المخادره، شحال هذا وانا شارياهم، راه الا كنتو عقلتوا معايا فاش كنت مشيت للبريمارك والاكسيون وبقاو عندي ما ركبتهمش، جا الخريف وكنقول اليوم غدا، فما لقيتش احسن من هاد المناسبه اللي نركبهم فيها. وهنا البنات كيف كتشوفوا الغدا كيطيب، انا الغدا راه ما مشاركه فيه حتى شي حاجه، راه يلاه جيت كنطلع ليه لحقاش فقت انا راه حتى الفطور ما تقاسمش معاكم، يعني غير قهوه لحقاش فقت معطله وخصنا نتغداو في الوقت، الوغ ما اليوم ما درتش شي فطور. هنايا كيف كتشوفوا راه راجلي كيطيب في الغداء، هو اللي مكلف اليوم بالغداء، حيت قلت لهم انا راه ما عنديش ديك الكانه اليوم اللي غادي نطيب فيها ونبقى مكونسونطريا، قلت ليه طيب نتايا تكلف. المهم واخا ماشي انا اللي مطيبه، غادي نقول لكم شنو دار هنايا. طرف ديال اللحم، المهم كيف ما كان النوع ديالو غير ما يكونش فيه العظم وصافي. خضع، دار بصله، دار خيزو، يعني خيزو كيبقى على حساب الخضره اللي بغيتو ديروا، 2 خيزوات ولا 3، والكرافس دار معاهم ورقه سيدنا موسى، القرنفل، الملحه والبزار، كتزيدي معاهم واحد الحبه ديال الضامه ديال البنه اللي كتوفروا على سواء ديال الخضره او ديال اللحم، صافي. وكيخليه كيطيب مزيان حتى يدخلوا الطياب مزيان. هذيك الخضره كيدوزها في الماكينه، هو دوزها في الماكينه ديال مطيشه، حيت ما لقاش شي طرف من هذيك الاخرى، وانا ما قادراش نخرج على برا حيت كاين البرد، فقلت ليه ديباني بداكشي اللي عندك. وهنا بنات كيف قلت لكم غادي نتقاسم معكم الوصفه ديال شرائح البرتقال بالشوكولاته، هي راه غادي نوجدها اليوم على الماتش ان شاء الله. المهم هنا كيف كتشوفوا عندي 150 غرام ديال الشوكولات مع 200 ملل ديال الكريمه السائله، غادي ندوبهم في، يعني انا راه كنت حاطاهم في سخونيه، من بعد درتهم في بان ماري او حمام ماريه صافي، وغادي نبدا نغمر الشرائح ديالي بحال هكا. الا ما كنتوش كتوفروا على الاله راه بامكانكم تنشفوا شرائح البرتقال في الفران، يعني ما غاديش تشبسوا مع البنات، حيت هذيك الجلده او القشره خاصها تبقى شويه رطبه في العضه صافي. وكندير لهم هذه الطريقه هذه، كنستفهم على ورق الطهي وكندخلهم للثلاجه، ولا كنخرجهم، انا خرجتهم للتيراس حيت كاين الحراره، يعني راه عندنا 2 درجه حراريه، فراهم بالزربه يبسوا ليا ودخلتهم، وكيبقاو زوينين في التقديم مع الشاي مع القهوه مع اي حاجه، كذلك كفكره للناس اللي كيبغيو يعطيو هدايا في النوال. وهنا حبيباتي غادي نوجد العصيده، كيف كتشوفوا عندي خديت نص سيطرو ديال الماء مغلى، درت معاه شويه ديال الملحه، 1-2 معالق ديال الزبده صافي، وكنحتاج السميده ديال الذره، هي اللي كتمشي بها هاد العصيده هذه، كتجي اكثر من رائعه، غير هي كتبغي تحراك بزاف والعافيه تكون مهيله باش ما توسخش لكم، يعني حيت كتبدا تطير توسخ لكم البوطه، توسخ لكم الماعن، فانا دائما كنغطيها وكنخلي يدي لتحت وانا كنحركها صافي. طابت يعني راه كطيب في 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه الا بغيتوها تكون طايبه مزيان.
راكم عارفين اي حاجه فيها الدقيق ضروري ما نطيبوها مزيان صافي. وهنا كان هذا هو الطبق ديالنا كامل مكمول، فيه الخضره واللي هي راه لاصوص عامره بالخضره، كتمشي ان صوص فوق هاد فوق العصيده وفوق اللحم. يعني هنا راه ما محتاجينش البنات لا خبز لا روز لا ليبات لا حتى شي حاجه، اكله ديال فصل الشتاء. وهنا البنات كيف شفتوا راه غير تغديت وخرجت، كان ضروري ندوز لهداك المحل باش ناخذ منه بعض المستلزمات اللي كنت محتاجاهم حتى نتقاسم معاكم ان شاء الله في فيديو اخر ماشي في هذا. صافي ودزت للساحه كيكون فيها السوق ديال النوال، كيكونوا فيها ميزات، كيكونوا حويجات زوينين لي كراميل، كيكون داكشي يعني شي حويجات زوينين اللي كيعجبوا الكل. وكاينه لا بيست راه ما خرجش معايا جداء حيت راه هي مريضه. وكذلك جيت باش ناخذ شي حوايج من عند البنكاريلات ديال الولاد المغاربه، غير هما جيت لقيتهم كيجمعوا غاديين يتفرجوا في الماتش، فقالوا لي اختي سيري حتى الاثنين واجي. قلت لهم مرحبا، حتى انا غادي نمشي نتفرج في الماتش، يعني ما غاديش نضيع وقت كتير. صافي من تما غادي نمشي البنات لليدل نتقدى ناخذ بعض المستلزمات اللي خاصيني للعشاء، غادي نتقاسمهم معاكم كذلك في التقديه، وغادي نتقاسمهم معاكم في العشاء ان شاء الله. بغيت نقول لكم غير واحد الحاجه، هاد البلاصه هذه راه كتكون هاد الباركينغ هذا كيكون مطرطق 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام. دابا اللي كاين الماتش بحال هذيك القضيه ديال رمضان فاش بنادم كيدخل يفطر وكلشي الدنيا كتخوى، راه هنا بحال الا ضربتي شي صفاره كلشي مشى يتفرج في الماتش. والله شي حاجه اللي كتفرح حقا. وغادي نتقاسم معاكم البنات بعض الحويجات اللي كيكونوا هنا زوينين في ليدل. كاين هاد الزيتون هذا
تمرات بحالو بحال ديال المغرب وداير 99 سنتيم، يعني شي حاجه اللي زوينه. انا كنستعملو غير هو. كذلك هاد السبراي هذا اللي فيه ثلاثه في واحد، فيه معقم ومزيل الدهون وكذلك جافيل. وكاينين هاد لي لانجيت هادو حتى هما كنستعملهم للمسيح لكلشي. كانت هذه هي التقضيه ديالي. راه قلت لكم ما غاديش ناخذ شي حاجه كثيره، كان خاصني الخبز والقهوه دي كافيناتو والحليب والسلمون، وخديت معاهم حتى داكشي الاخر. رجعت للدار البنات، ها نتوما كيف كتشوفوا، بلا زواق بلا حتى شي حاجه. خليت الكوزينه كما هي، المواعن راهم باقين في لافابو حتى يفوت الماتش. وديك الساعه اللي بغى يربح راه العام طويل، غادي نصيب الخرابيق هادو. كانت باقا شيطه عليا العجينه في الثلاجه من داك البيني اللي كانت دارت جيده. فقلت اجي يعني نوجد لهم شي حاجه بالزربه هكا هما كيتفرجوا في الماتش ياكلوها. حتى نتقاسم معكم ان شاء الله الوصفه كامله ديال هادو. انا درتهم بهاد العجينه اللي كانت شيطه عليا، لكن كاينه عجينه ديالتهم خاصه اللي كيجيو مرملين وكيجيو زويونين.
الحمد لله على الفوز. نتمنى كذلك المقابلة الجاية تكون من نصيبنا ومن حظنا. دوزنا ما يعادل واحد الساعتين ديال لو ستريس، ديال الارق، ديال يعني شحال من حاجة. انا صراحة فاش تسجل الهدف الاول راجلي كيقول لي لا راه ارجوه ارجوه، صافي بديت كنغوت كنقول ليه نو ما يمكنش، وبنتي جات قدامي صدقت دافعه واحد الدفعه خايبه اللي ما كنبقاش انا نشعر في هاد الحوايج هادي يعني. الله يدير التاويل ديال الخير في المباراة الجاية إن شاء الله. داوها عن جدارة واستحقاق، والله لعبوا مزيان في الاخر يعني. حتى في الشوط الثاني لاغبيط بدا غير كيمشي للجهه ديال البرتغال، باغي يربحهم، باغي حتى في الدقائق الاضافيه. لكن ربي جا معانا، والمرضي الوالدين والناس اللي كتعرف بينها وبين الله راه عمر ربي ما يخيبهم. وهنا البنات كيف كتشوفوا معايا كنوجد في القرعه حمراء، كنقطعها بحال هكا، كندير ليها الملح المنسم، فيه الروزمارين وفيه يعني كاع راه ديجا تقاسمته معكم شحال من مره صافي. وكندير ليها زيت العود وندخلها للفران. هنا خديت البروكولي والشوفلور كنسلقهم على جنب مع الماء والملحه، وغادي نوجد البيشاميل. بالنسبه للبيشاميل كناخذ 2 معالق ديال الزبده مع 5 المعالق ديال الدقيق. كنحركهم بحال هكا مزيان حتى كتذوب الزبده، كنحركهم مزيان حتى كيتجانسوا. كندير معاهم شويه ديال الابزار باش كنسمها، وكذلك شويه ديال الكوزه او معلقه ديال الكوزه، حيت البيشاميل كتبغي الكوزه مزيان. انا كنخدمها البنات بالحليب بارد، ماشي كنغلي الحليب وكنبقى نطول عليا في الخدمه، نو كندير خدمه وحده من الديبار. وها نتوما كتشوفوا البيشاميل ديالي راه ما كتجي فيها حتى حبه ديال لي كرومي، كتجي مزيانه بحال هكا. غادي نقص واحد الجزء حيت غادي نصيب هنا 2 ديال الحوايج. هاد الجزء غادي نخليه حتى من بعد، غادي نشوفوا شنو غادي نحضر به. هاد الجزء اللي عندي غادي نضيف فيه الثومه، لحقاش عندي البروكولي والشوفلور كيبغيو الثومه، فغادي نزيد الثومه بودره في البيشاميل ديالي، وغادي نزيد فيها واحد شويه ديال الحليب لحقاش بغيتها تكون شويه مطلوقه على هذيك اللي غادي ندير بها لافارس ديال وصفه اخرى اللي غادي تكون معنا في العشاء. وهنا البنات من بعد ما غادي نسقطر الخضر ديالي حتى ما كيبقاش فيها الماء نهائيا، غادي ناخذ قالب كندهنوه بالزبده. يعني القالب راه كيبقى لكم نتوما على حساب على حساب الموجود عندكم البنات، ديال الدجاج ولا ديال حتى ديال القزدير ماشي مشكل. صافي كناخذ الخضره ديالي كنوضعها بهذا الشكل هذا، وكنكب فوقها البيشاميل. يعني البيشاميل خصها ما تكون لا خاطره بزاف لا جاريه باش كتدخل يعني كتغطي لي الخضره كامله. صافي غادي نيطاليها كامل الفوق، ونضيف ليها شرائح الجبن. كنتو كتوفروا عليهم راه غادي نديروهم، ما كنتوش البنات كتوفروا عليهم غادي نديروا اي جبن كان عندكم محكوك. ليردامر كانت عندكم، الموتزاريلا ما كانش عندكم فلا داعي، غادي نديروا غير يعني طريفات ديال الزبده من الفوق باش كيعطيوها هذيك القرمشه ولا معان من الفوق، وتدخلوها للفران. وهنا البنات غادي ندوز نحضر فطيره بورق الفيلو. هنايا كيف كتشوفوا راه دائما كندهن المول بالسبراي. انا كنستعمل هاد السبراي ديال الزبده. كيف شفتوا كنت خليت الطنجره على جنب، ما فرغتش هذاك الماء بالزربه حيت كنت محتاجه باش ندوب الزبده باماري، ما بغيتش ندخلها في الميكرووند. فكنحاول من كيكونوا عندي حوايج بحال هكا منها اول حاجه كتقتصدي، وثاني حاجه كذلك راه هذوك لي غايون ديال الميكرووند راهم صعابين، غير حنا الله يهدينا كنبغيو الحاجه السهله وصافي. كناخذ لاباط كنقسمها على جوج. يعني هنا خديت العبار ديال القالب او ديال المول، قسمتها على جوج صافي. وكنبدا نطلق ورقه بورقه وندهن بالزبده، كنطلق ورقه وندهن بالزبده باش كتجي هذيك الزبده داخله فيها كامله، كتجي رطبه فتيه ومقرمشه في نفس الوقت. صافي كنحاول نشكل طبقات بحال هكا، يعني واحد 7 ولا 8 ديال الورقات في التحت. عاد كندير لافارس ديالي يعني في الوسط. اول حاجه غادي نديرها هي البيشاميل، غادي ندهنها على الواجهه كلها صافي. وغادي نضيف ليها شرائح السلمون اللي قطعته بهذا الشكل هذا، يعني غير قطعته عشوائيا صافي. كنضيفوا ليها نتوما راه لا فاغس البنات تقدروا ديروا فيها اللي بغيتو كنقول لكم. بغيتو ديروا فيها غير الجبن بوحدو كديروه، بغيتو ديروا كفته اي حاجه راه كتجي فطيره دائما زويونه. غير خاص تكون عندكم هاد الباطافيلو، ما كنتوش كتوفروا عليها راه تقدروا تعوضوها بالباط فويتسي. صافي دهنتها زينتها دخلتها الفران طيب بالزربه كطيب
كلشي كان واجد يعني الخضره مع الكغاتان مع الفطيره، كلشي وجد تبارك الله بدقه وحده. وكان هذا هو العشوه ديالنا، حيت وعدتهم قلت لهم الا ربح الماتش الا ربح المغرب غادي ندير لكم عشوه زوينه. قلت لهم ما ربحش المغرب غادي تمشيو وتجيبوا البيتزا وناكلوها صافي ونهنيو ريوسنا، ما غاديش نغسل حتى دوك الماء اللي كانوا في لافابو. لكن الحمد لله رفعوا لنا راسنا وحمروا لنا وجهنا. ما نكونوا ان شاء الله مع المقابله الجايه ضد فرنسا نكونوا من الرابحين. الله يسهل عليهم والله يوجههم والله يرفع براسهم كيف ما رفعوا براس المغاربه والعرب جمعاء. ولنا موعد قادم في فيديو جديد ان شاء الله.